السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصدقائي في فيديو جديد معانا في قناة إشراقة سعيدة. عملت بقى مكرونة بالوايت صوص ومعاها كبدة بطريقة مختلفة شوية كده وجميلة، وهتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا زي ما متعودين، قبل أي حاجة نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. في الأول جبنا الكبدة بتاعتنا، هننزل عليها بالدقة بتاعتها اللي هي بتبقى عبارة عن توم، هريسة حارة او فلفل اخضر مدقوق معاها، والبهارات بتاعته طبعا ملح فلفل اسود، زي ما احنا حابين، او بهارات كبدة. تمام. ونسيبها حوالي ساعة او ساعتين في التتبيلة دي كده. بعد كده بقى هجيب طاسة احطها على النار هادية، وانزل فيها شوية زيت كده. تمام. نسيبها لما تسخن قوي، يعني النار يعني مش تبقى هادية في الاول، بتبقى عادية، وبعد كده بنهديها. تمام. وبننزل بقى لما تسخن خالص، لازم مهم قوي تكون سخنة. ننزل فيها بالكبدة بتاعتنا كده. تمام. وما نقلبهاش على طول، نسيبها تاخد الشوك بتاعتها او الصدمة. تمام. وبعد كده نبدأ نقلب فيها. تمام. بحيث انها ايه، تاخد صدمة، تاخد لون كده حلو من تحت ومن فوق ومن كل حتة لما نيجي نقلبها. تمام. طبعا بعد ما قلبناها بشوية، تمام، اخدت من كل الجوانب بتاعتها اللون الحلو بتاع الكبدة كده. خلاص هي كده تعتبر ايه، دخلت في بداية السوا كده. تمام. هي اصلا ما بتاخدش سوا كتير على النار، يا دوبك بس بتاخد الوش بتاعها من كل الاتجاهات. وبعد كده بقى بننزل عليها بشوية فلفل كده مقطعين، ننزل عليهم كده. وبالدقة بقية الدقة بتاعتنا بقى بننزل برضو عليها في الكبدة، اللي هي برضو اللي هو الدقة بتاعتها اللي هي التوم والهريسة الحارة او الفلفل الاخضر. تمام. يبقى عليها برضو فلفل اسود وبهارات. الله على الريحة بقى، كانت ريحة كانت طالعة جامدة جدا. الفلفل مع الكبدة والدقة بتاعتها عاملة شغل جامد. شايفين طبعا هي بقى بتنزل المية بتاعتها. نسيت اقول لكم ان الدقة بنكون حاطين عليها برضو طبعا شوية خل وليمون. تمام. آه، بتفرق معاها طبعا في الطعم. بعد كده ده هنا بنحط بهارات، بنحط هنا كاري. تمام. هنا حطينا كاري، وهنحط بابريكا. تمام. وفي بهارات كبدة هنحطها، فلفل اسود، كمون، شوية كزبرة ناشفة. كل ده بحطها مع الكبدة، بتدي شوية روايح كده مع بعض، بتبقى خطيرة يعني. وطبعا شوية ملح ما ننساهمش، عشان ايه تبقى ليها طعم ايه، نحدقها بيهم شوية يعني. طبعا بقى احنا كده يعتبر دخلنا في السوا، فبنهدي النار. تمام. دي بنحط بقية هنا بقية البهارات زي ما قلت لكم، ده الفلفل الاسود، وده الكمون. هنا بقى كده النار بتكون هادية. آه بال بتتظبط بقى الكبدة كده على النار هادية. خلاص كده ايه، دي اللمسات الأخيرة ليها. تمام. بننزل بقى هنا بشوية خل كده عليهم. تمام. وطبعا بنعصر ليمون عليها لما نطفي النار. يفضل طبعا يعني العصير الليمون ما نحطوش دلوقتي، لما نطفي النار نحط عصير الليمون. هنا اللي انا حطيتها دي كانت بلحة جوز تيب، بنحط منها رشة صغيرة كده. تمام. بتدي برضو ريحة حلوة قوي، بتتحط الاخر. وهنا بقى ايه، طفينا كده النار، وبنعصر الليمون عليها. تمام. على الكبدة. وبعد كده بقى ايه، بنشيلها بقى. مهم قوي الليمون يتعصر بعد ما تطلع من النار، يعني ما بتبقاش ظريفة لما تتعصر وعلى الليمون وهي على النار لسه. تمام.
هنبدأ بقى نشيلها. هنا بقى هنشيلها من الطاسة، تمام، في طبق كده، وناخد الطاسة اللي احنا كنا مكان اللي هي مكان الكبدة. هننزل برضو فيها بشوية زيت تانيين. هنا كنا مخرطين بصلة صغيرة، هننزل بيها كده اهوت، نديلها تقليبتين كده مع بهاريز الكبدة كده مكان الكبدة، تاخد ريحة حلوة قوي وطعمها حلو، تمام. هننزل هنا بيهم بقى اللي هم شوية فلفل كده متقطعين بالطريقة دي كده، تمام، دول عشان صوص المكرونة، الصوص الابيض. تمام كده، نديلهم برضو تشويحة حلوة كده على النار. هنا بقى كده على جنب، هنا حطينا معلقة سمنة، وحطينا حوالي 4 معالق دقيق. هنقلبهم كده على جنب كويس كده، تمام. وهنا حطيت قطعة سمنة تانية عشان الدقيق، ونقلبهم كويس كده. عايزين يعني ايه، ياخد بس ايه دقيق يعني تسخينة حلوة كده على النار قبل ما انزل باللبن عليهم. هنا كده ده فصين توم برضو مدقوقين او مفرومين، نزلت بيهم كده، بيدوا ريحة حلوة قوي. وهنا بقى نزلت بشوية اللبن، تمام. هنا انا يعني حطيت هنا كيلو لبن، بس انا عشان الطاسة مش هتكفي اللبن كله، فعملت كده الموضوع، حطيت شوية لبن كده. وبعد كده هرجع افضيهم في حلة اللي هي مكان المكرونة دي، الحلة اللي سلقت فيها المكرونة. اوكي، جبتها بقى رجعت فيها اللبن اللي هو الصوص الابيض اللي انا عملته في الطاسة. حطيته في الحلة هنا، تمام، عشان تاخد المكرونة. وحطيت عليه بقية اللبن هنا طبعا بقى بعد ما تقلب كويس، وحطيت البهارات بتاعته. هنزل بقى بالمكرونة، تمام، ونقلبها بقى تقليبة كويسة كده في الايه في الوايت صوص، يتشرب حلوة قوي كده بيها. هي صراحة اكلة من اروع الاكلات وجميلة جدا ولذيذة. هنا بقى هي خلاص كده طفينا النار ونزلناها هنا في طبق كبير كده، ونزلنا على وشها الكبدة. بألف هنا وشفا اللي اكلها. كانت جميلة جدا، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي. وحاجة مختلفة. ما تنسوش تعملوا لي لايك حلو كده، هكون سعيدة جدا. واللي اول مرة يشوفني، انا اسماء شعبان، ياريت يعملي سبسكرايب. والى اللقاء في فيديو جديد، مع الف سلامة ليكم.